اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهارده هنتكلم على اخبار مهمه عن نادي الزمالك. هنتكلم عن استعداد نادي الزمالك لمباراه المصري في الدوري، هنتكلم على المدير الفني القادم لنادي الزمالك خلال الايام اللي جايه. اتمنى قبل ما نبدا دعمكم يا زملكاويه، اعمل لايك للفيديو ده، ولو انت جديد عندنا في القناه اشترك في القناه، ويلا بينا نخش على تفاصيل واخبار نادي الزمالك. وهنبدا باول اخبار معانا واستعداد نادي الزمالك لمباراه المصري البورسعيدي، المباراه اللي هتقام يوم الثلاث الجاي. طبعا مباراه مهمه جدا في الدوري علشان نحسن حتى مركزنا في الدوري العام، وفي نفس الوقت نرجع مره ثانيه للمنافسه، واللعيبه كمان مستواها يرجع تاني للاول، وفي نفس الوقت اللعيبه ترجع مره ثانيه يكون عندها الروح وتحقق الانتصار علشان ننافس على الاقل على المركز الثاني، ان احنا نضمنه، لان احنا بعيد جدا على المركز الاول. وان شاء الله اللعيبه تكون قدها، وكل الدعم لنادي الزمالك في الدوري. اي نعم الجماهير عندها غضب كبير جدا من الفريق، ولكن ان شاء الله النتائج تتحسن والزمالك يرجع مره ثانيه لسلسله الانتصارات. عايز اقول لكم ان بيقود دلوقتي التدريبات وهو احمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي، وفي نفس الوقت برضه سيف الدين الجزيري هيغيب عن مباراة النادي المصري، لسه لحد دلوقتي ما وصلش للقاهرة. فقرر بعد كده مكافأة طبعا لناصر منسي، ان هو بعد الاداء العظيم اللي قدمه قدام المريخ وجاب 3 اجوان، هو اللي هيقود هجوم نادي الزمالك قدام المصري، وان شاء الله يكون مهاجم كويس جدا ويفيد نادي الزمالك ويكسر الدنيا خلال الفترة اللي جاية. وكمان احمد بالحاج هو كمان هيلعب اساسي في المباراة بعد المستوى الكويس جدا اللي قدمه. وعايز اقول لكم كمان ان احمد فتوح هو اللي هيقود الجبهه الشمال مكان عبد الله جمعه. طبعا احمد فتوح احسن بكتير جدا من عبد الله جمعه، وان شاء الله الزمالك مستواه يتحسن ويرتفع، وفي نفس الوقت برضه اللعيبه تكون عندها ثقه، وفي نفس الوقت يكون عندها روح، وباذن الله الزمالك يرجع لمكانته الطبيعيه. ونروح بقى لموضوع المدير الفني. بعد كده لسه اداره نادي الزمالك ما استقرتش على مدير فني يقود الفريق خلال الفتره الحاليه. عايز اقول لكم كمان ان في حيره كبيره جدا ما بين البلجيكي اللي اسمه فيريرا والمدير الفني الالماني اللي اسمه هايكول هيلينيتش، وده مرشح برضه بقوه جدا والسي في بتاعه كويس، ولكن الموضوع كله في الراتب اللي ممكن يتقاضاه كل مدير فني عن التاني. واحنا عارفين ان في عندنا ازمه في الدولار، ولكن خلال الايام الجايه ممكن على يوم الخميس ولا حاجه يكونوا استقروا على المدير الفني القادم لنادي الزمالك. ولكن كل التوفيق طبعا لنادي الزمالك في اختيار المدير الفني. اهم حاجه يكون شخصيه قويه ويعرف يقود الفريق، لان احنا كمان محتاجينه علشان البطوله العربيه ما يكملش معانا لحد نهايه الموسم ونجيب مدير فني تاني. اهم حاجه يكون مدرب كفء ويكون كمان عنده شخصيه قويه زي ما بقول. وفي نفس الوقت برضه اللي هيكون مباراه نادي المصري وهو احمد عبد المقصود، لحد طبعا لما يستقروا على مدير فني جديد يمسك اداره نادي الزمالك. وزي ما بقول لكم هيكون معاه 2 مساعدين، وهيكون كمان معاه مدرب حراس مرمى، وباذن الله كل التوفيق لنادي الزمالك. مستني طبعا تعليقاتكم ومستني الدعم بتاعكم تحت في الفيديو. اعمل لايك واشتراك للقناه. اشوفكم على خير، يلا سلام.